بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعمل جلاش. الورق بتاعه متبهدل بس برضه هيطلع روعة. هنعمل جلاش باللحمة، هنعمله بورمة. نحط اللحمة ونحط شوية جبن كده عليه، بعد دهنة فرشة من مادة دهنية كده. هنلف الرول بتاعنا ونحطه في الصينية أو الصاج. هنعمل كمان ورقة قدام حضراتكم، طبقة من اللحمة المفرومة عليها شوية جبنة. نلف رول، نحط الكلام ده كله. خلاص كده الصاج كمل. نقطعه قبل ما ندخله الفرن، بعد كده ندهن الجلاش ده بمادة دهنية كده على الوش بفرشة بسيطة، ونسقيه كوباية لبن موجودة مع بضاية مع شوية شوربة. هنعمل بقى نوع تاني من الجلاش، هو مثلثات. ناخد طبقة من الجلاش أرضية، طبقة كده محترمة حلوة، ونفرش الحشو بتاعنا عبارة عن لحمة مفرومة وشوية من ميكس الجبن، ونغطيه بطبقة جلاش تانية، ونقطعه مثلثات بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طريقة سهلة وبسيطة جميلة، وبترمي معاكي العدد لحتة محترمة كويسة يعني. وبرضو بتاخد نص مج شوربة أو نص لبن على بضاية، ونحطهم قبل ما تدخلوا فرن لمدة تلت ساعة، يطلع لنا بالجمال والروعة اللي حضراتكم شايفينها دي. جميل، هش، لذيذ، مورق، طعمه روعة بصراحة. وادي المثلثات، وادي الرول اللي معانا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.